السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة التانية ثانوي على مستوى الجمهورية عاملين ايه؟ النهارده معاكم في ليله الامتحان، ان شاء الله هنحل حوالي 5 أو 6 امتحانات على حسب ما الوقت يسعفنا، وعلى حسب ما انت هتشد معانا ايه. عشان الفيديو برده ما يبقاش ايه طويل معاك. بالنسبة لنا تمام. الامتحانات دي امتحانات شامله من كتاب الامتحان. طبعا يعني هنشكر اسره كتاب الامتحان على الامتحانات وعلى الافكار. هنجمع الدنيا كلها، لو انت بس عارف المنهج فهتلاقي ان الامتحانات دي هتجمع لك كل حاجه، وهتجمع لك بس اهم حاجه بس النوتس اللي احنا بنقولها وطريقه الحل والكلام ده تبقى حضرتك كاتبه ايه بورقه وقلم في كراسه كده صغيره وانت بتتفرج على الفيديو، ما تبقاش شغال سميع بس. ولو معاك كتاب الامتحان يستحسن تحط كتاب الامتحان جنبك وتبقى انت بتحل وتبقى تشوف التعليق بتاعنا. لو حليت غلط وكده هتلاقي ان شاء الله بعد الامتحانات دي ان شاء الله تخش تقفل في الامتحان. وطبعا مش هنقول لكم ان احنا كده هنبقى معاكم السنه الجايه. اكيد في تعليق اخير لكلام حضرتك، يتفرج على الفيديوهات المراجعة النهائية في قناة مستر اكرم عمارة تسلا في الفيزياء، ويتفرج على الفيديو عندي بتاع ملخص قوانين المنهج. لو اتفرجت على الفيديو ده او الفيديو بتاع مستر اكرم مش هتفرق كتير، هتعرف تحل اكيد الاسئله ديت معانا بالاستعانه بتعليقاتنا في الفيديو ده. في الامتحان الاولاني هو نموذج رقم 6 من محافظات كتاب الامتحان. محافظه القاهره. اول امتحان هو محافظه القاهره، امتحان نسخه 2024. اداره الساحل التعليميه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا رفعت درجه حراره كميه معينه من غاز بمقدار 10 سيليزيوس، قال لك فان الارتفاع في درجه حراره الغاز على تدريج كلفن هو لان في حد ممكن يستعجل ياخد السيليزيوس يجمع عليها 273 يبقى اختارها 283 وده غلط. لكن الزياده في السيليزيوس هي الزياده فين؟ في الكلفن. فهو لو زاد في السيليزيوس 10 درجات فهيزيد في الكلفن كمان 10 درجات. يعني الاجابه الف. سؤال سهل جدا ومتكرر في الامتحانات. السؤال اللي بعده المكرره يعني اكيد بس الفيديو ما يبقاش ايه طويل بالنسبه لي. طيب بص يا سيدي، اول سؤال بيقول لك ايه؟ نسبه كثافه المحلول الالكتروليتي في بطاريه السياره بعد تفريغ الشحنه الكهربائيه من البطاريه الى كثافته بعد اعاده الشحن. طبعا بعد اعاده الشحن بيبقى عنده كثافه ايه كبيره. طيب يبقى هنا عايز الكثافه اول حاجه بعد التفريغ اللي هي بتبقى صغيره، لان احنا عارفين ان المحلول الالكتروليتي دوت لما ببدا اشحن حلو مع استهلاك البطاريه المحلول نفسه الكثافه بتاعته بيبدا ايه تقل. بعد التفريغ الكثافه بتاعته بتبقى ايه صغيره. فهو عايز النسبه من مين لمين؟ للكثافه بعد التفريغ للكثافه بعد اعاده الشحن. يبقى قبل ما يفرغ. يبقى طبعا قبل ما يفرغ عنده كثافه كبيره جدا، يبقى صغير على كبير، يبقى النسبه بينهم اقل من الواحد. الاجابه ايه؟ جيم. والسؤال ما فيهوش اي حاجه. السؤال اللي بعده سؤال رقم 3. ده سؤال صعب سامحني. بيقول ايه؟ بيقول لك بارومتر زئبقي انبوبته رأسية وارتفاعها 1 متر فوق مستوى سطح الزئبق في الحوض، فإذا كانت قراءة البارومتر عند قاعدة الجبل 76 سنتيمتر زئبق. يعني لو حبيت أوضحها لحضرتك بالرسم، أنا عندي جبل اهو تمام، وعندي بارومتر بتاع تورشيلي ده تمام، وفي هنا أنبوبة، الأنبوبة دي كلها على بعض ارتفاعها 1 متر تمام. هو لما حطها كده عند سطح الجبل لقى ان الزئبق في الحته دي عامل قد ايه؟ 76 سنتيمتر زئبق. من المتوقع ان انا لما امسك البارومتر ده اطلع بيه فوق تلاقي ال 76 دول حصل لهم ايه؟ قالوا. لان انت لما بتطلع لفوق الضغط بيحصل له ايه؟ الضغط الجوي بيقل. الضغط الجوي بيقل، فانت اصبح فوق. عندك ده الزئبق اهو، هتلاقي المستوى بتاعه قل. طب قل قد ايه؟ هو قال لك وعند نقله الى قمه الجبل كان مقدار التغير في قراءه البارومتر 4. فهو تقول لي فوق ب4، لا ده هو قل بحبه ايه؟ بحبه 4. يعني كان 76 بقى 72 سنتيمتر زئبق صح. هو بقى خبيث مع احترامي طبعا الوضع للسؤال، انا اسف تمام. قال لك ايه بقى؟ قال لك فان نسبه بين طول فراغ تورشيلي يعني هو الانبوبه كلها 1 متر، يبقى في الحته دي فراغ تورشيلي تحت قد ايه؟ متر ناقص 76 من 100 تطلع كام؟ 100 سم ناقص 76 تطلع 4
و20 سنتيمتر زئبق او سنتيمتر عموما لان هو فراغ بس. تمام. قال لك الى طول فراغ تورشيلي عند القمه، فعند القمه هنا يبقى ايه؟ هيبقى اكبر. فلو طرحت 100 سم ناقص 72 يديني كام؟ 28 سم. فلو قسمت هو بقى عايز النسبه بينهم، فتقسم 24 على 28 تطلع 6 على 7. سؤال خبيث وتقيل، مش سؤال مباشر. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول لك عندك حوض اسماك على شكل متوازي مستطيلات، مساحه قاعدته كام؟ دي المساحه بتاعته ب 1000 سنتيمتر تربيع. وطبعا السنتيمتر تربيع احنا بنعمل ايه؟ بنضرب في 10 اس سالب 4. عيب تبقى طالع سنه ثالثه ثانوي مش عارف الحاجات دي. يحتوي على ماء وزنه اللي هي قوه جذب، الوزن اي بني ادم هي قوه جذبه، قوه جذب الارض ليه هو، حلو، اللي هي عباره عن الام كتله البني ادم في عجله الجاذبيه. يبقى الوزن ده اللي هو 400 نيوتن اللي هو الاف عندي. تمام. طيب بيقول لك موضوع على سطح افقي، فان ضغط الماء على قاع الحوض. طيب خلاص انت عايز الضغط، فانا هقول لك الضغط بيساوي ايه يا عم؟ البي بتساوي الاف على الايه، القوه على المساحه. القوه بتاعت حضرتك كام؟ 4000. المساحه بتاعت حضرتك كام؟ خلي بالك دي 1000 في 10 اس سالب 4 يعني 1 من 10. ف 4000 على 1 من 10 على الآلة هتطلع لك بكام؟ ب 4 في 10 أس 4 نيوتن، يعني الإجابة هتبقى ج. تمام؟ طيب سؤال نظري. سؤال رقم 5 بيقول ايه؟ بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين معامل التمدد الحجمي للغاز اللي هو الألفا فوليوم اللي هو قيمته ثابتة، اللي هو يمثل 1 على 273 كلفن أس سالب 1. قال لك ودرجة حرارته المطلقة اللي هي التي عند ثبوت ضغط الغاز. فكده كده الألفا فوليوم ده قيمة ايه؟ ثابتة. فالعلاقة هتفضل ثابتة مع درجة الحرارة سواء بقى مطلقة أو درجة حرارة سيليزية، تفضل العلاقة ثابتة لأن ده مقدار ايه؟ فهيفضل دايما ثابت. ده كان سؤال مباشر ومتكرر تاني. خلاص اتفقنا الاسئله المكرره مش هنقولها، يمكن اول امتحان ده قد يكون اطول امتحان مقارنه بالباقي. السؤال بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي الشكل المقابل يوضح الانبوبه الشعريه. المواضع بتاعت الانبوبه الشعريه من اهم الحاجات، ماشي. بيبقى عندك كذا موضع، يا اما الانبوبه الفوهه بتاعتها فتحتها الاعلى، او الانبوبه منكسه كده لاسفل فتحتها الايه؟ الفوهه فتحتها الاسفل، او الانبوبه افقيه. تمام. طيب بيقول لي بقى ايه؟ منتظمه المقطع تحتوي على خيط زئبق يحبس كميه من الهواء، ضغطها كام؟ 76 سنتيمتر زئبق. ضغط الغاز ضغط الهواء اللي جوه اللي هو الغاز يعني 76 كام؟ سنتيمتر زئبق. حلو. طيب فهنا ضغط الهواء قبل ما اكمل هنا دلوقتي ده بيه غاز، وهنا الزئبق دوت ضاغط برضو الضغط بتاعه كام؟ ب1 سنتيمتر زئبق، صح؟ طب مش انا عارف ان من هنا ان البي غاز دوت شايل فوقيه مين؟ الزئبق والبي ايه، يبقى اقول بي غاز تساوي البي ايه زائد بي زئبق، ضغط الزئبق. البي غاز هو قايل لك ب 76، البي ايه انا ما اعرفوش. طب البي زئبق هو ب1 سنتيمتر زئبق، يبقى البي ايه عند حضرتك بكام؟ ب 75 سنتيمتر زئبق. يبقى لما اشوف الفوهه فتحتها الاعلى يبقى ضغط الغاز بيعادل الزئبق زائد البي ايه. معاك الزئبق هو الطول ده 1 سنتيمتر زئبق، ومعاك الغاز 76، تعرف تجيب لي الضغط الجوي وقتها بكام؟ ب 75 سنتيمتر زئبق. ده في الحاله دي هو قال لحضرتك ايه بقى؟ فان ضغط الهواء المحبوس اذا وضعت الانبوبه راسيه وفتحتها لاسفل، يبقى هقلبها كده. طب انا في الحاله دي اعمل ايه؟ مطرح. شايف الموجب خليه سالب، بمعنى دلوقتي الغاز ده هو اللي هنا اللي هو الهواء المحبوس، بس انا خليه غاز. الغاز دوت بيضغط لاسفل ومعاه مين؟ الزئبق، يبقى هنقول بي غاز زائد بي زئبق بيساوي البي اللي تحت اللي هو بيحاول يرفعهم بقى، فهتساوي بي ايه ناقص البي زئبق. طب البي انا لسه جايبه بكام؟ ب 75. طب البي زئبق ما احنا عارفين ان هو بواحد، 75 ناقص 1 في 74، الاجابه ايه؟ الف. فمهم قوي يبقى عارف. طب لو الانبوبه كده بالمنظر ده بيساوي، يبقى وقتها البي غاز هيساوي البي ايه اللي حضرتك جبته بكام؟ ب 75 من الحاله الاولى. يبقى هو مديني الحاله الاولى ديت عشان طلع منها قيمه الضغط الجوي اللي هي البي ايه. طيب السؤال رقم 7 بيقول السؤال حلو برضه. طيب يقول لك
اذا كان ضغط سائل A كثافته يعني مديني الرو A عند نقطة في باطونه على عمق 20 سم، دي الاتش بتاعت A تساوي B. الضغط الجوي بتاع A هو مسميها B. قال لك فإن ضغط سائل آخر كثافته ده الرو B عند نقطة في باطونه على عمق HB بتساوي ايه؟ يعني هو عايز البي بي. فانا هعمل نسبة ما بينهم صح؟ يعني هو بيقول لك ان انت عندك ده الوضع، يعني ان انت عندك سائل اهو تمام؟ العمق النقطة ايه اهي العمق بتاعها ب 20، هو عايز يقارن ما بين العمق بتاعها مع عمق سائل اخر تمام؟ هنا ده سائل وده سائل تاني عند نقطة بي تمام؟ طيب بيقارن الضغطين ببعض، فانا هقول بي في الاصل بي اي على بي بي بيساوي ايه؟ رو جي اتش اي على رو جي اتش بي صح؟ تعال نعوض. رو اي ب 1800 في الجي طبعا ثابت ممكن نضربهم مع بعض، الاتش اي ب 20 على هنا بكام؟ ب 1200 في كام؟ في 60. هقسم دول على بعض هيديني كسر ناتج ايا كان هو مين. ده صفر راح مع صفر و2 في 1800 على 6 في 1200. البي اي دي هو مسميها بي، هعمل مقص هطلع البي بي هتطلع 3 على 1 3 على لا في 6 هنا 3 على 6 يعني بنص لا اسف 2 على 3 اعتقد 2 على 3 نقول 2 على 3 مجازا يعني هتطلع معاك كسر على كل حاجه. اعمل مقص يبقى البي في الرقم ده على الرقم اللي هنا، يبقى البي بي هيديك كسر بالنسبه للايه؟ للبي. اكيد هيكون اختيار من الاختيارات، وده اول واجب بالنسبه لهم في امتحان القاهره اداره الساحل التعليميه. سؤال رقم 8 بيقول ايه؟ بص يا سيدي بيقول لك هنا عندك بارومتر. اسئله البارومتر من الاسئله المهمه قوي يا شباب. بيقول لك عندك بارومتر زي باقي قراءته عند اعلى نقطه من مبنى ارتفاعه كام؟ اتش تمام؟ اتش مبنى لازم تبقى عارف بقى هي دلتا اتش هواء. قراءة البارومتر عند أعلى نقطة هي كذا ماشي؟ يبقى ده مين؟ ده البي بتاع مين؟ بتاع اللهم صل على النبي. قراءته عند الاعلى. اوكي تمام. بيقول لي بقى ايه؟ فإن قراءة البارومتر عند سطح الأرض تساوي كام؟ عايز بي تحت. عايز بي تحت. طب دلوقتي أنا عارف إن الدلتا بي فوق تساوي الدلتا بي ايه؟ تحت تمام؟ فرق الضغط فوق هو نفس الفرق الايه؟ الضغط تحت تمام؟ طيب الدلتا بي دي لما باجي افكها بفكها ليه؟ رو جي اتش اهو رو جي اتش للهواء، ودي بتساوي رو جي اتش للايه؟ للزئبق ماشي؟ طيب خلي بالك من حاجه، الجي هتروح مع الجي. الرو هواء هو قايل لك المتوسط الكثافه بتاعتها كام؟ 1.3 في اتش هواء اللي هي بالنسبه لي مين؟ ارتفاع المبنى ال 200 تساوي الرو بتاعت الزئبق عندك بكام؟ ب 13600 تمام؟ طيب عايز بقى الاتش بتاعت مين؟ الزئبق فرق نفس الفرق الارتفاع ماشي؟ طيب الاتش بتاعت الزئبق دي عندك بكام يا عم؟ هتقسم بص بقى انا بس عايز اجيب الاتش زئبق يبقى نقول 13600 على 13600 هنا، دي هتروح مع دي تمام؟ يبقى هيطلع لي ان الاتش زئبق او الدلتا اتش زئبق بتساوي 1.3 في 200 على 13600. طيب الدلتا اتش زئبق ده الفرق بين مين ومين؟ ما بين الدلتا اتش تحت وفوق، لان تحت عندي الضغط الجوي كبير وفوق عندي الضغط الجوي صغير، فبجيب الاتش تحت ناقص الاتش فوق. هو هنا مديني البي اعلى او الاتش اعلى هي، يبقى هقول القيمه اللي هتطلع لي دي بتساوي ايه؟ بتساوي اتش تحت ناقص اتش فوق اللي هي بكام؟ ب 74. بس خلي بالك من النقطه بقى، بس خلي بالك ما بقول لك بقى خلي بالك من ايه؟ من النقطه. انت هنا الاتش دي اللي انت حضرتك جايبها عايز تعرف هي بوحده ايه؟ قول لي هنا الاتش دي وحدتها ايه؟ الاتش هنا طبيعي وحدتها ايه؟ بالمتر، لان انا هنا بشتغل بالنيوتن على المتر تربيع. طب يبقى انا هنا الاتش اللي انا جايبها دي بوحده ايه؟ المتر
يبقى يوم ما تحط لي ال 74 دي لازم تضربها في 10 اس سالب 2. تمام؟ فيطلع لك فين؟ الاتش تحت اللي هو الضغط تحت. ماشي؟ بدلاله ايه؟ السنتيمتر زئبق. تمام؟ في قراءه البارومتر تحت اللي هي الاتش بتاعت الزئبق او الضغط الجوي تحت. مظبوط. تمام؟ بس ده كان سؤال حلو قوي. او كنت ممكن نستخدم القانون رو هواء اتش مبنى بيساوي رو زئبق في اتش تحت ناقص اتش فوق. هي اسمح لي اقول لك ان السؤال رقم 9 ده اصعب سؤال في الامتحانات بتاعه المحافظات. هو سؤال انبوبه ذات الشعبتين. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انبوبه ذات الشعبتين منتظمه المقطع تحتوي على كميه من الماء. يعني هي في الاصل اقول لك الصعوبه بقى هنا في السؤال ده في ايه؟ يعني هي في الاصل انبوبه ذات شعبتين ومنتظمه المقطع، يعني مساحه هنا واحده. ماشي الحال؟ ماشي يا عم. وفيها كميه من الماء. ادي اهو الميه زي ما حضرتك شايف كده، فده ماء. ماشي. صب في احد فرعيها، مش هتفرق مين لان هو منتظمه. زيت كثافته النسبيه 800، دي الرنون ب 8 من 10 اسف. يبقى الرو نفسها اضرب في 1000 تبقى 800 كيلو جرام كل متر مكعب. صح؟ حلو. ايه اللي حصل بقى؟ خلي بالك ان هو السؤال نفسه غلس فيه اللفظ. انت حطيت زيت هنا، فخلي بالك دايما في الانبوبه زيت الشعبتين بوضح سطحين. السطح الاصلي اللي هو ده السطح الاصلي اللي هو كان فيه اللي هو كان فيه الميه في الاول. بعد كده انت لما حطيت زيت اصبح الزيت ده ضغط حبه هنا على الميه، يعني الحبه دول كده مش ميه، هم الزيت زق الميه، عمل حبه هنا باتش، فالحبه هنا برضو ايه؟ اتش اللي هي الميه ترفعوا اتش الناحيه الثانيه. راح الزيت ضغط عليه حبه، راح مطلعه الناحيه الثانيه ايه؟ حبه كمان اتش. اصبح الاتش بتاع الميه احنا بنقيس ايه؟ من فوق السطح الفاصل. فاصبح الاتش بتاع الماء اتش ميه ب 2 اتش. واخد بالك؟ حلو. لكن هل انا اعرف اتش زيت بكام؟ لا. طب تعال نجيبه، يلا بينا. فهلعب اللعبه بتاعتي العاديه، رو ميه اتش ميه تساوي رو زيت اتش زيت. ده فين؟ عند النقطه الف وعند النقطه ب، ضغط متساوي والاجي راحت مع جي. رو ميه ب 1000، اتش ميه ب 2 اتش، هي دي الاستنتاج. بيساوي رو زيت ب 800 في الاتش زيت اللي انا عاوزها، نقسم تطلع الاتش زيت ب 2000 على 800 فيها الاتنين ونص اتش. صح؟ حلو. هو بقى بارد، انا اسف طبعا وضع السؤال، ما اقصدش هو بصفته يعني بشخصه. قال لك فيكون فرق الارتفاع بين سطحي الزيت والماء. ايوه، يعني ايه فرق الارتفاع بين سطحي الزيت والماء؟ يعني الزيت الميه ب 2 اتش والزيت ب 2.5 اتش، الفرق بينهم هو ده فرق الارتفاع. فهو ده اللي هو الدلتا اتش يطلع بنص اتش على مين؟ على ارتفاع الماء اللي هو اتش ميه اللي هو ب 2 اتش. صح؟ فلو قسمت بقى هو عايز النسبه دي. ايوه اشكره طبعا وضع السؤال يعني. نص على الاثنين تديني ايه؟ ربع. فالاجابه 1000. من اصعب اسئله الامتحانات والنماذج بتاعه امتحانات تانية ثانوي الترم الثاني، والاسئله الصعبه دايما بتكون في الانبوبه ذات شعبتين في الاغلب في الفصل الثالث. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ ده سؤال يعني المفروض انت بقى عارفه من الشرح. لو انت سخنت كميه معينه من غاز تدريجي في اي من الاشكال البيانيه الاتيه يمثل التغير في الضغط مع تغير درجه الحراره عند ثبوت الحجم. طب انا بتكلم على الحجم ثابت، يبقى انا بتكلم على قانون مين؟ جولي اللي هو قانون الضغوط. حلو. طيب لو العلاقه دي تي سيليزيوس تبقى كده طبعا
في جزء ماشي؟ مقطوع. في جزء مقطوع والعلاقه بتبقى تزايديه، لكن لو العلاقه مع التي كلفن وقتها هتبقى شبه دي كده يعني. بس ماشي، بس الميل مش بالدرجه، هو بيبقى في النص كده. السؤال ده ماشي. متكرر. السؤال ده متكرر مع مين؟ مع الحجم ودرجه الحراره. نفس الفكره. فلو طالما دي سيليزيوس يبقى ايه؟ في جزء مقطوع. ماشي؟ مظبوط. بس السؤال اللي بعده هو السؤال رقم 11. بيقول ايه؟ بيقول لك كمية من غاز ضغطها بي عند درجة حرارة ده التي 1، يبقى البي 1 ببي والتي 1 بتي ب5 اسف درجة سلسية، وعندما رفعت درجة حرارتها بمقدار يعني درجة الحرارة زادت بمقدار، يعني التي 2 بكام يا شباب؟ برافو عليك، ب25 درجة سلسية. يا جماعة في فرق ما بين زادت إلى وزادت بمقدار. فهنا هي كانت 5 درجات سلسية زادت بمقدار 20، يبقى التي 2 ب25. اوعى تقول انها ب20 يا صاحبي، ما بتتحسبش كده يا صاحبي. قال لك عند ثبوت الحجم، مستر اكرم لسه موضح لنا النقطة دي، عند ثبوت الحجم يبقى انا شغال عند مين؟ جولي. تمام؟ يبقى احسب اصبح ضغط الغاز يبقى ده البي 2 ب 75 سنتيمتر زئبق. هو عايز البي 1 فهقول بي 1 على بي 2 هيساوي تي كابيتال 1 على تي كابيتال 2، له علاقه بينهم علاقه طرديه. بي 1 ببي، بي 2 ب 75، تي 1 لازم احولها للسيليزيوس فهقول 5 زائد 273. تي 2 هقول 25، تبقى غلطان لو قلت 20. 273 هعمل مقص طبعا بعد ما اجمع طلع البي 2 هتطلع باكيد رقم من الارقام الموجوده. سؤال مباشر جدا ما فيهوش اي مشكله. السؤال اللي بعده السؤال رقم 12 بيقول لي ميزه اسئله الفصل الخامس انها اسئله بتحدد مين الثابت فتقدر تعرف الايه الاجابه ايه. ممكن تقول لنا؟ بص يا سيدي، بيقول لك هنا استخدم مانومتر مائي لقياس ضغط غاز داخل مستودع كما هو موضح بالشكل. انا عندي مانومتر بس مستخدم فيه السائل بتاعك ايه؟ الميه. فاذا استخدم الزئبق بدلا من الماء فان الارتفاع هيحصل له ايه؟ ارتفاع الاتش. خلي بالك بقى من حاجه، انا عندي هنا بستخدم الميه الكثافه بتاعتها بتبقى ايه؟ صغيره صح؟ طيب ده بالنسبه للزئبق، فهيبقى عندك الارتفاع بتاعها ايه؟ كبير. يعني من الاخر انت عندك هنا البي غاز بيساوي هنا ايه؟ بيساوي البي ايه زائد البي ماء صح؟ طيب لو انا غيرت الزئبق ده غيرت الميه دي وجبت ايه؟ جبت زئبق، هيفضل البي غاز زي ما هو صح؟ وهيفضل بيساوي ايه؟ بيساوي بي ايه بس مش ميه، هيساوي بي زئبق. يعني في الحالتين هيبقى البي ميه هنا بيساوي البي زئبق لان الغاز ضغطه ما اتغيرش صح؟ طيب البي غاز او اسف البي زئبق تساوي البي ماء صح؟ طب البي زئبق عباره عن ايه؟ رو جي اتش زئبق بتساوي رو جي اتش ماء. طيب الجي يروح مع الجي، علاقه الرو بالاتش والله العظيم عكسي. يبقى لو قلت رو زئبق على رو ماء يساوي اتش ماء على اتش زئبق. ومن الاخر طالما الزئبق عنده كثافه اكبر هيبقى عنده ارتفاع ايه؟ اقل، يبقى الارتفاع دوت هيبقى ايه؟ اصغر مع مين؟ مع الزئبق. يبقى لما يجي يقول لي الارتفاع اتش اللي هو فوق سطح الفصل هيحصل له ايه؟ هيقل. تمام؟ يبقى دايما اللي عنده كثافه اكبر الارتفاع بتاعه ايه؟ يبقى اقل طالما الضغط ثابت. انا بتكلم هنا على فكره ان الضغط ايه؟ ثابت. السؤال بعده سؤال نظري بيقول فيه ايه؟ يقول لك في الشكل المقابل تكون نسبة الضغط عند المجلس الكبير إلى الضغط عند المجلس الصغير. طيب يعني هو بيسألك على الضغط هنا والضغط هنا. في الحقيقة هم لو كانوا في وضع اتزان كنت هقول إن الضغط هنا قد الضغط هنا والشغل هنا قد الشغل هنا. لكن في الحقيقة الضغط هنا قد الضغط في الحتة دي. نفس المستوى. في نفس المستوى بتاعه بالظبط. طيب فأنا عشان أقدر أقيس الضغط في الحتة دي لازم يبقى عندي الارتفاع اللي هو الاتش هنا صح؟ ولازم يكون عندي الكثافه بصرف النظر عن المساحه. جميل؟ فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هل اقدر اقيس انا بقى النسبه بين الضغط عند المكبس الكبير الضغط؟ لا طبعا لا يمكن تحديدها.
يبقى ليه بقى لا يمكن تحديدها؟ لان ما عنديش معطيات اقدر اجيب البي هنا واجيب البي هنا وايه واقسمهم على بعض. لكن لو كانوا متساويين في مستوى افقي واحد كنت هقدر اقول، ومثالي طبعا المكبس، كنت هقدر اقول ان الايه ان الضغط بينهم 1:1. اذا هنا انا ما اقدرش اجيب النسبه ما بين الضغوط، فاذا لا يمكن تحديدها. لو كان بس مديني هنا ممكن نقول ان الضغط الاولاني ماشي، الضغط هنا ده عند النقطه دي حلو، اللي هو ضغط المكبس اللي هو الاف على الاي يساوي مين؟ الضغط الناحيه الثانيه دوت اللي هو مين بقى يا باشا؟ الاف الكبيره، الضغط الكبير بتاع المكبس الكبير زائد البي بتاع السائل. يعني يبقى وقتها هقول ده رو جي اتش بتاعت السائل ما عنديش زائد الاف الكبيره على المساحه اللي هو مديها لك اسمها 2 a. ده لو هو مديك بقى القصص دي فتشتغلها بالقانون ده لو كنت تحسبها بقى ده. ده لو انت عايز تحسبها. طيب هنا بيقول لحضرتك اذا كانت النسبه بين نصفي قطري اسطوانتي المكبس الهيدروليكي 5:2، يعني بيقول لك ان الار كابيتال على الار سمول بكام؟ 5/2 في الفائده الاليه. طيب الايتا بتاعت الفائده الاليه بتساوي ايه؟ ار تربيع كابيتال على ار تربيع ايه؟ سمول. فهقول 5/2 بس ايه؟ متربعه، يبقى 25 على الايه؟ الاربعه. الاجابه ب. وده سؤال تعويض مباشر ما فيهوش اي حاجه. تعالى بقى عشان السؤال ده سؤال حلو قوي. اه ايضا انبوبه ذات شعبتين، بس هو راسمها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشكل المقابل يوضح انبوبه ذات شعبتين بها سائلين غير ممتزجين اكس وواي في حاله اتزان. كثافتهما يعني ده الرو اكس ب 800 وده الرو واي ب 1000 على الترتيب، فان الارتفاع اتش ده بيساوي ايه؟ في الحقيقه عند النقطه دي والنقطه دي الضغط بينهم متساوي، فده 1 وده 2، فهقول رو 1 H1 هيساوي رو 2 H2. تمام؟ طيب عند النقطة 2 دي الارتفاع قد ايه؟ قال لي بص الحبة دول ب 10 والارتفاع ده كله ب 30، يبقى الحبة دول بكام؟ 20. ب 20، يبقى ده ب 20. الرو اكس بتاعتها ب 800. هنا الرو 1 بتاعت السائل واي بكام؟ ب 1000. في الارتفاع بتاعه الحبه دول بكام؟ انا ما اعرفهمش، هو عاوزهم، ما اقدرش اقول ده بكام، ما اقدرش اقول. تمام؟ فانا هقسم تبقى 20 في 800 على ايه؟ على ال 1000. طبعا ده الصفرين دول مع بعض تطلع بكام؟ تطلع ب 16 سم. وده سؤال مباشر ما فيهوش اي مشكله، الفكره فيه لعبه المسافات زي ما حضراتكم شايفين. سؤال سهل جدا وما فيهوش مشكله. السؤال رقم 16 بيقول ايه؟ قرب ينتهي هذا الامتحان بالمناسبه. بيقول لك هنا عندك جسمان A و B مصمتان ولهما نفس الايه؟ الكتله، يعني ام A تساوي ام B ومصنوعين من مادتين كثافتهما كام؟ 3 جرام كل سنتيمتر تكعيب و4 جرام لكل سنتيمتر تكعيب على الترتيب. فإن النسبة طالما هو عايز نسبة أنا مش محتاج أحول، يعني طالما أنا بتكلم في نسبة هقسم حاجة على حاجة وقتها مش محتاج، مهم بس تبقى الوحدتين شبه بعض وخلاص. طيب هو عايز فوليوم A على الفوليوم B. طيب الحجم أنا عارف إن الحجم بيساوي إيه؟ بيساوي الكتلة على الكثافة. طب ما الكتلة ثابتة يبقى علاقة الكثافة بالحجم والله عكس، يبقى هقول فوليوم A على فوليوم B هيساوي رو B على رو A. طب البي بكام؟ ب4. طب الاي بكام؟ ب3، يبقى 4 على ال3. الإجابة بالب. تمام؟ طيب السؤال مباشر اللي بعده. اما السؤال رقم 17 هو سؤال مباشر لسه بنتكلم عنه حالا. بيقول لك مكبس هيدروليكي مثالي النسبة بين نصفي قطري مكبسي 8:3، فتكون النسبة بين الشغل لسه قايلها حالا 1:1. يبقى الشغل دايما ثابت في المكبس الهيدروليكي طالما في حالة اتزان ومثالي، ودايما الضغط عند المكبس بيساوي الضغط عند المكبس الصغير طالما في حالة اتزان ومثالي. حجم السائل المنخفض في المكبس الصغير يعادل حجم السائل المرتفع في المكبس الكبير. الحجم هنا بيساوي حجم الفوليوم مساوي. مظبوط. طيب إذا كان بقى حجم كمية معينة من غاز ما عند درجة حرارة 44 سيليزيوس دي نقول تي سي 1 وده الفوليوم 1، فإن حجمها يعني هو عايز الفوليوم 2 عند درجة حرارة 0 سيليزيوس يعني هو تي سيليزيوس 2 بفرض ثبوت الضغط
طبعا الضغط ثابت، يبقى انا بتكلم على قانون مين؟ قانون تشارل. ماشي. فعندك اوبشن من اتنين، يا اما تتكلم على الالفا فوليوم على اساس ان هو ثابت، يا اما تقول لي على طول الفوليوم 1 على الفوليوم 2 تساوي مش تي سيليزيوس 1 على تي سيليزيوس 2، لا يا اما تحولهم للكلفن، يا اما تقول لي تي سيليزيوس 1 زائد 273 على تي سيليزيوس 2 زائد 273. وخلينا نعوض على طول. فوليوم 1 بكام؟ ب 4 بكام؟ ب 250. طيب فوليوم 2 انت عايز تجيبها تساوي تي سيليزيوس 1 اللي هي بكام؟ ب 44 واجمع عليها 273 هتبقى كام؟ 200 هتبقى 200 وحاجه و44. طب بص دي الصفر 300 ايه اللي 300 اي كلام 300 وحاجه. طيب رقم طيب بص حسام غالي بكام؟ هتبقى 317. ايوه ماشي. طيب اللهم صل على النبي. ماشي اوكي. طيب ودي صفر، هحط التي سيليزيوس 2 بصفر يبقى 273. طب انت عايز الفوليوم 2 هتجيبها ازاي؟ ده على ده، يعني الفوليوم 2 هتبقى بتساوي 250 مضروبه في كام؟ في 300 في 273 على 317. تمام. وقتها تجيب ايه؟ الحجم في الحاله الثانيه، وده ما فيهوش اي حاجه. السؤال ده سؤال حلو قوي، لكن مشكلته في التفسير لفظ السؤال نفسه. لا بتكلم عن السؤال ده كان عن سؤال 19. هو مش بيجي كتير فكره ان هو بيتكلم على القانون العام للغازات يعني والاس تي بي وكده. بس هو هنا بيتكلم عن ثبوت الضغط، عن ثبوت الحجم، عن ثبوت الحجم يعني شغال لسه عند شر برضه. تمام. لكن قانون العام للغازات فعلا مش بيتعرض لها كتير. قال لك كميه معينه عن ثبوت الحجم، شغال عن جولي، كميه معينه من غاز في معدل الضغط ودرجه الحراره اس تي بي. اس تي بي اختصار كلمه ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. معناها ايه؟ معناها معدل الضغط ودرجه الحراره. معناها ايه برضه فيزياء؟ معناها ان درجه الحراره السيليزيه بصفر. معناها ان درجه الحراره الكلفينيه في الحاله الاولى 273 كلفن. ومعناها ان البي 1 بيساوي البي اي ضغط جوي ايا كان بقى، لو 76 سنتيمتر زئبق او بواحد اي تي ام. يبقى اول ما اشوف اس تي بي اوتوماتيك اكتب لك كتابته بالاحمر ده على طول اوتوماتيك. قال لك اذا تغيرت درجه حراره هذه الكميه، يعني زودت درجه الحراره، زاد ضغطها بمقدار 5/2. حلوه قوي الحته دي. زاد بمقدار، يبقى هجمع عليه. تمام. جميل. يبقى هو كان في الحاله الاولى بي 1 ببي ايه اللي هو بي ايه ده البي 1 هسميه بي. يبقى البي 2 هيساوي بي زائد 2.5 بي. هتقول لي جت منين 2.5؟ ولا 5/2، يعني زادت قد ايه؟ بقت قد ايه؟ 3.5. يبقى اوتوماتيك درجه الحراره هي كمان هتزيد 3 امثالها ونص، هتزداد الى 3 مرات ونصف. يبقى ده معناه ان درجه الحراره هي كمان هتزيد. يبقى في فرق ما بين زاد الى وزاد بمقدار. زاد مقدار بجمع على القيمه اللي عندي. اما السؤال الاخير في الاختيارات، السؤال هنا جايبك على كلفن عشان يبقى العلاقه طرديه كامله. ما ينفعش يسالني على سيليزيوس، ما اقدرش. السؤال 20 بيقول ايه؟ بص مش زي ما قلت، بيقول لك هنا الشكل المقابل بيوضح سائلين لا يمتزجين في حاله اتزان داخل انبوبه ذات شعبتين، فتكون النسبه بين كثافتي السائلين طبعا على طول بقى الضغط هنا بيساوي الضغط هنا. تمام. طيب فهنقول البي ده اسمه ايه؟ اكس يساوي البي واي. هعتبر ان دي اسمها اكس وهعتبر ان دي اسمها ايه؟ واي. طب البي عند اكس ده عباره عن ايه؟ رو في جي في اتش بتاعت مين؟ اكس. السائل اكس اهي يساوي الناحيه الثانيه رو في جي في اتش بتاعت السائل مين؟ واي اللي هي دي. تمام. طيب واحده واحده، الجي هتروح مع الجي. علاقه الرو بالاتش لسه قايلينها من شويه علاقه عكسي. فلو هقول لك رو اكس على رو واي تساوي ايه؟ اتش واي على اتش اكس. استاذنك تقول لي اتش واي بكام؟ 5 اتش. طب اتش اكس بكام؟ 2 اتش. يبقى اتش تروح مع الاتش يبقى لي كام؟ 5 على
الاثنين يعني الاجابه كام؟ ج. سؤال مباشر جدا، لكن انبوبه ذاتها شعبتين. وداني بقى لاسئله المقال، 4 اسئله مقاليين في منتهى الاهميه لكل امتحان. السؤال الاولاني عفوا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لماذا ينصح بعدم قياده السياره وضغط الهواء داخل الاطار منخفض؟ اسمح لي نعلق معاهم وهم يكتبوا بقى ورانا. الاجابه تعالى نتكلم بالعاميه الاول، بعد كده نقول الاجابه بالفصحى، لان هم مش بيعرفوا يعبروا. هي دي مشكله الاسئله المقاليه، عشان كده احنا بنستفيد في حل الاسئله المقاليه ونحل الاخر. بيقول لك لماذا ينصح بعدم قياده السياره وضغط الهواء داخل الاطار المنخفض؟ يعني دلوقتي عندك الكاوتش بتاع العربيه ده لازم يكون الضغط فيه مظبوط على درجه معينه او عند رقم معين، تمام؟ حسب حجم السياره طبعا وحسب نوع الكاوتش وحاجات كتير. لكن ما ينفعش في كل الاحوال ان الكاوتش ده يبقى مريح، صح؟ لو الكاوتش ده مريح ساعتها هتبقى مساحه الالتماس مع الارض هتبقى ايه؟ كبيره، يبقى ساعتها الضغط هيكون صغير. فالعلاقه بين البي بتساوي اف على الاي، فالمساحه لو كبيره الضغط هيكون ايه؟ صغير، تمام؟ يبقى ساعتها هو لما يبقى في ضغط منخفض مساحه التلامس بتبقى كبيره، بتبقى كبيره، فده معناه ان هو هيزود الاحتكاك، فهيخلي العمر الافتراضي بتاع الاطار يحصل له ايه؟ يقل، وبالتالي الكاوتش يبوظ مع الوقت. عشان كده غلط 100% انك تمشي بالعربيه والكاوتش بتاعها الضغط داخلها منخفض. سارع وبادر بتصليحه مره ثانيه وشوف العطل بيقول ايه. شرح 22 بيقول لك لا يصلح الماء كماده بارومتريه، احنا لسه قايلين من شويه، لان الماء الكثافه بتاعته ايه؟ صغيره جدا، فبيكون الارتفاع بتاع الميه هيبقى كبير جدا، تمام؟ بس خلي بالك من حاجه، دلوقتي البارومتر دوت يوم ما جرب تورشيلي يعمل بارومتر عشان يقيس الضغط الجوي واستخدم ميه، اضطر ان هو يجيب انبوبه. الانبوبه دي ارتفاعها حوالي 11.5 او 12 متر. ليه؟ لان دلوقتي الضغط الجوي ده ثابت، صح؟ قيمه ثابته، هو عايز يعادله بسائل تاني. فلو جرب الميه وجرب مره الزئبق، نفس القصه. الزئبق كثافته كبيره قوي، تقيل قوي، فالاتش بتاعه كان ايه؟ صغير، فقدر يستخدم انبوبه صغيره طولها متر. لكن الكثافه لا، دي الكثافه بتاعت الميه، الكثافه بتاعت الميه صغيره، دي 1000، لكن دي 13,600,000 بتاعت الزئبق. الكثافه دي 1000، فاضطريته يخلي الارتفاع يبقى كام عشان يعادل الهواء، يعادل ضغط الجو بتاع الهواء، فاضطر تجيب ارتفاع حوالي 11.3 متر. يعني ارتفاع الميه 11.3 ده بيعادل ارتفاع مين؟ او بيعادل الضغط بتاع مين؟ بتاع الهواء. لكن الزئبق عشان كثافته تقيله قوي، فارتفاع 76 سم ده اللي بيعادل ايه؟ الضغط الجوي. فعشان كده لا يصلح الماء كماده بارومتريه، لان كثافته قليله، فيحتاج الى انبوبه ارتفاعها عالي جدا. تمام؟ يصلح عمليا ان انا استخدم انبوبه ارتفاعها كبير. سؤال 23 بيقول ايه؟ بيقول لك ماذا يحدث لضغط الغاز المحبوس اذا تحرك المكبس ببطء من الموضع B الى الموضع A؟ يعني انا كده بعمل ايه في المكبس؟ بقربه، فوانا بقربه بقلل من حجم الغاز، فالفوليوم بتاع الغاز هيقل، لكن الضغط هيحصل له ايه؟ هيزيد طبقا عند ثبوت درجه الحراره، طبقا لقانون بويل. حتى هو قال بفرض ثبوت درجه الحراره. ايه السبب؟ التفسير بكده ان العلاقه بين الضغط والحجم علاقه عكسيه عند ثبوت ايه؟ درجه الحراره. فيبقى لما بحرك الحجم بيقل والضغط بيزيد، لان العلاقه بينهم علاقه عكسيه. اما الختام في هذا الامتحان في سؤال تحويل ده برضه من الاسئله الايه؟ المهمه. بصوا يا شباب، دلوقتي انا هنشتغل بقانون على طول بقى، نثبته واحنا شغالين، تمام؟ برضه عندك قانون تاني يقول، بس دلوقتي في عمليه التحويل انا عايز احول مين؟ عايز احول ضغط بوحده مين؟ سنتيمتر زئبق لوحده الايه؟ البار، صح؟ طيب بص يا باشا، القانون بتاعك هيبقى ايه؟ اللي معاك، مين اللي معاك هنا؟ ده صح؟ سنتي. حلو. هتضربه في مين؟ في الضغط الجوي اللي عاوزه. يعني عايز اجيب بار، صح؟ يبقى اضربه في قيمه الضغط الجوي بتاعت البار واقسمها على الضغط الجوي باللي معاك اللي هو مين؟
سنتيمتر زئبق، فيما معناه انت معاك الرقم اللي معاك كام؟ 152 هضربه قيمه الضغط الجوي بالبار فيها كام؟ 1.13 صح؟ طيب تحت قيمه الضغط الجوي اللي معاك اللي هو مين؟ سنتيمتر زئبق، قيمه الضغط الجوي بسنتيمتر زئبق كام؟ 76. تيك تاك تاك، شكرا على الآلة. يبقى الرقم اللي معاك في قيمه الضغط الجوي اللي انت عايزه على قيمه الضغط الجوي باللي معاك. تاني، الرقم اللي معاك في الضغط الجوي اللي انت عايزه على الضغط الجوي اللي معاك. تاني؟ لا فهمتها واضحة. هو احنا كاننا بنحول للاتمو او الاتوم بعد كده بنرجع. كاننا بنقسم عشان نرجع للاتوم بعد كده بايه؟ بنرجعها تاني، بس طبعا صباح الفل. السؤال بقى ده السؤال او اللي بعده سؤال مباشر. امتحان ايه؟ سريع. امتحان الجيزة لذيذة. تمام؟ اتفضل. امتحان الجيزة لذيذة. كمية من سائل كثافة رو وحجمها فوليوم موضوع داخل إناء، فإذا أضيفت كمية أخرى من نفس السائل بس حجمها 2 فوليوم، هو زود الإيه؟ زود الحجم، إيه اللي يحصل الكثافة؟ ما يحصلش حاجة. ليه بقى؟ لأن الكثافة تعتمد فقط على نوع المادة أو نوع السائل وإيه؟ درجة الحرارة، فأنا مهما غيرت الفوليوم مش هيحصل حاجة بينهم. يعني لو عملت علاقة بين الفوليوم والرو هتبقى علاقة إيه؟ ثابته. يكتب لي عند ثبوت درجه الحراره. مظبوط طبعا، كان يوضح درجه الحراره، بس هو عادي انا في نفس الوضع يعني زودت بس الفوليوم، فاكيد قصده ان انا الحراره 2 ثابته. السؤال بعده رقم 2. كانت الكثافه النسبيه للخشب هي 6/10. الكثافه النسبيه للخشب 6/10، فاقدر اجيب كثافه الخشب على طول هتبقى بكام؟ 600. اضرب النسبيه في 1000 يبقى اقول 600. تمام؟ طبعا كيلو جرام لكل متر تكعيب. فان كتله قطعه من الخشب حجمها كام؟ 1/10 ده الفوليوم. طب عايز اجيب الام. طب عندنا القانون ايه يا باشا؟ نكتبها فين اهي. ادي الام وادي الفوليوم وادي الكثافه. حضرتك عايز تجيب مين؟ الام، يبقى اضرب الاثنين دول في بعض، يبقى هضرب الرو في الايه؟ في الحجم. الرو عندك بكام؟ ب6/10 اسف ب 600. طيب الفوليوم عندك بكام؟ ب1/10، ولازم اتاكد الوحده بتاعته بالمتر تكعيب. ماشي؟ يبقى 600 في 1/10 فيها الكام؟ فيها 60. الاجابه د. تمام؟ طيب السؤال بعده هو سؤال ايضا مباشر. بيقول ايه؟ بيقول لك يكون الضغط، قيمة الضغط عند نقطة ما قيمة عظمى عندما تكون القوة مؤثرة ايه؟ عمودية. يعني ايه؟ لأن ده تعريف الضغط في الأصل، إن الضغط بيساوي القوة القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات. تمام؟ فالقوة المؤثرة عمودية هي اكبر قيمه، لان هو لو مايل طبعا لو موازيه مش هيبقى فيه ضغط اصلا. تمام؟ لو مايله بزاويه 30 او مايله بزاويه 60 هتتضرب في ساين او كوزاين، فضربت في ساين او كوزاين قيمه القوه كده هيحصل لها ايه؟ هتقل، فالضغط هيبقى قليل. يبقى اكبر قيمه للقوه لما يكون ايه؟ عمودي، يعني مش مضروبه في اي قيمه طالما المساحه ايه؟ ثابته. ده كان سؤال رقم 3 في امتحان الجيزه. امتحان سهل جدا ما فيهوش مشكله. بيقول لك اذا كانت كثافه ماء بحيره دي 1000. توضيح. لا هتوضيح ولا حاجه. دلوقتي هو مديني كثافه ايه؟ الميه بكام يا عم؟ ب1000. دي الرو. فيكون العمق الذي عندها الضغط المائي يساوي كام؟ 90 كيلو باسكال. طيب دلوقتي انت عايز البي بتساوي كام بتاعت الميه؟ 90 كيلو، يعني اضرب في كام؟ في 10 أس 3. طيب دي المفروض بتساوي رو في جي اللي هي ب10 في اتش، صح؟ طيب دول هيروحوا مع دول هيبقى الاتش بكام؟ ب9. شكرا. سؤال سهل. السؤال سهل ما فيهوش اي مشكله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الضغط عند نقطة على عمق اتش. سؤال خداع في حقيقة الأمر. من سطح الماء نقط الضغط عند نقطة عند نفس العمق، يعني الاتش ثابت بس من سطح الزئبق، فالمتسرع هتختار تساوي، وده غلط. ليه بقى؟ لأن هنا السائلين مختلفين، فكل ما الكثافة تكون أكبر كل ما يكون الضغط أكبر، صح؟ فالعلاقة بالضغط فالعمق ثابت، فالأصل في الموضوع إن البي بيساوي رو جي اتش، فالاتش ثابت والجي بطبعها ثابت، يبقى اللي كثافته أكبر ضغطه أكبر، فمن المعروف إن الزئبق كثافته أكبر يبقى الضغط بتاع المية هيكون أقل، فالإجابة جيم. سؤال نظري سهل جدا ما فيهوش مشكلة. طيب سؤال رقم 6 والتاني الرسم البياني. طبعا احنا عارفين في الضغط عند نقطه يا شباب، لو العلاقه ما بين البي وبين الاتش من صفر للمنتصف
يبقى ده كده بتكلم على اناء في سائل والاناء مغلق، فقاع السائل مش بيتعرض لضغط جوي، بيتعرض لايه؟ لضغط وزن السائل بس اللي هو رو جي اتش. لكن لو في كده يعني قطع من محور الصدات، معناها ان النقطه دي بتمثل الضغط الجوي، تمام؟ في 10 اس 5 بالنانومتر او بالنيوتن على متر تربيع. طيب يبقى هنا عندي دي البي في 10 اس 5، يبقى اي رقم من دول مضروب في كام؟ في 10 اس 5. طيب تعالى بقى نشوف هنا، بيقول لك الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الضغط عند نقطه في باطن السائل موضوع في اناء مفتوح والعمق من سطح السائل. اناء مفتوح دي الفكره اللي انا بقول لك عليها لسه دلوقتي، اللي هو ايه؟ طالما الاناء مفتوح يبقى انت بتتكلم على ضغط جوي هو اللي بيقطع هنا في محور الصدات. عايز قيمه الضغط الجوي، اوعى تقول له واحد وتروح تجاوب دي، لا، لان انت عندك هنا عامل مشترك، يبقى النص ده مضروب في 10 اس 5، الواحد مضروب في 10 اس 5، يبقى دي كده مضروبه في كله اصلا، يبقى 1 في 10 اس 5 ده الضغط الجوي. تمام؟ ممكن يجيب لي نفس السؤال والنيوتن على المتر تربيع ديت، ما يبقاش عايز ضغط الجو بدلاله النيوتن على المتر تربيع، لا ده يبقى عايزه بدلاله حاجه ثانيه، فاختار، فهنا هيبقى عامل ميكس في السؤال. تحول. اه اما السؤال ده اللي حضرتك لسه حله حالا، فصباح الفل. فصباح الفل. فصباح الفل. صباح الفل. ممكن ننقل على السؤال اللي بعده. هو ده السؤال ده ده يا جماعه وضحناه من شويه. اكس على يعني واي على اكس يعني 5 على 2 يعني 2 ونص، صح؟ ماشي بالظبط. طب السؤال رقم 8. اه انبوبه ذات شعبتين، مساحه مقطع احد فرعيها 3 امثال مساحه مقطع الفرع الاخر. طيب فكره مهمه. ادي فرع ودي الفرع الاخر، ده 3 ايه، لكن ده عنده ايه واحده، مساحه ده قد ده 3 مرات. يقول لك بقى ايه؟ وضع بقى كميه مناسبه من الماء ثم صب زيت كثافته النسبيه 8/10 يعني 800 كيلو جرام على المتر تكعيب. طيب واحده واحده، هو دلوقتي حط لك هنا ايه؟ ميه، صح؟ وقال لك بعد كده صب زيت، ماشي؟ مش عارف ايه، وضع بيها كميه مناسبه من الماء ثم صب زيت فين؟ في أي فرع؟ بس في الفرع المتسع، يعني ضفت زيت هنا، ضفت هنا بايه؟ زيت، صح؟ ايه اللي حصل؟ انخفض سطح الماء فيه بمقدار 1 سم. بص دلوقتي ده نزل بمسافه كام؟ 1 سم، تمام؟ طيب ال1 سم دوت هيطلعوا هنا 1 سم؟ لا، لان الانبوبه غير منتظمه. هو هنا الحجم ايه؟ ثابت، يعني الحجم اللي هينزل الميه من هنا هو الحجم اللي ايه؟ اللي هيطلع. طب الحجم بيساوي ايه؟ ايه في ال، المساحه في الطول. طيب يبقى الحجم لو ثابت اللي هو حجم شويه السائل اللي نزلوا هنا هيطلعوا الناحيه الثانيه، لو الحجم ثابت يبقى علاقه المساحه بالطول علاقه ايه؟ عكسي. طيب ده 3/1، يبقى الطول او اسف يبقى الطول 1/3، يبقى هنا المساحه عكس الطول. لو ده هنا نزل بمسافه 1 هيطلع فوق، يطلع الناحيه الثانيه مسافه كام؟ 3 من هنا لحد هنا 3 سم، صح؟ بس خلي بالك ما هو كان نازل دي 1 سم، تمام؟ فانا هنا ضفت زيت ما اعرفش قد ايه اهو، يعني عايز تحطه اكبر تحطه اقل براحتك، ده الاتش بتاعته. بس اللي يهمني بقى ان الاتش بتاعه الميه بكام يا عم؟ ب4 سم. اتش الزيت ما اعرفوش وهو اكيد عايزه. طيب تعال نجيب اتش فين ارتفاع عمود الزيت. طيب هنا بقى هنساوي بقى الضغط في الناحيه دي، هنا بيساوي هنا، فهنقول بي ميه تساوي البي بتاعت ايه؟ الزيت. يبقى الرو اتش ميه تساوي رو اتش زيت. الرو ميه بكام؟ ب1000. اتش ميه احنا جبناها ب4 تساوي الرو زيت بكام؟ ب800. اتش زيت عايز اجيبها، فاتش زيت تطلع لي بكام؟ ب20. ب20 ولا بنص؟ لا 50. 4000 على 50 صح؟ ماشي. فهيطلع لك بكام؟ ب50 5 بيطلع لك بكام؟ بدال طبعا شيفت سولف او قول لي 4000 على 800 على طول تطلع لك بكام؟ كذا. اما السؤال بعده السؤال رقم 9 وسؤال نظري لكن سهل جدا. بيقول ايه؟ بيقول لك يقل ارتفاع، دي لسه قايلها من شويه، يقل ارتفاع الزئبق داخل البارومتر لو انا مسكته ورفعته ايه؟
من مستوى اقل لمستوى اعلى. اذا تم نقل البارومتر الى قمه جبل مرتفع، هل لما ازود كميه الزئبق داخل الحوض ما انا مش هيحصل له حاجه؟ هل استخدام انبوبه اكثر طولا؟ لا، برضه هيفضل دايما للارتفاع ثابت. الارتفاع ده له علاقه بالضغط الجوي بالظبط كده. فالضغط الجوي له علاقه بوزن الهواء، فله علاقه بالمكان اللي موجود فيه في البارومتر. البارومتر. هل استخدم انبوبه مساحتها برضه اكبر؟ لا طبعا، هو بيعتمد فقط على الايه، على المكان المتواجد فيه او ارتفاع عمود الهواء. فعند نقله من مكان اقل الى مكان اعلى الى قمه جبل مرتفع، ايه اللي هيحصل للضغط؟ هيقل. زي ما انت سؤال السؤال تحويل. اللي بعده سهل، زي ما انت ضغط 1 باسكال لسه قايلينها. احنا لسه عارفين الواحد باسكال دوت هتقولها لنا؟ بيعادل كام بار؟ ادي الواحد اللي معاك، واحد اضربه الباسكال بيساوي كام او الضغط الجوي بالباسكال عباره عن كام؟ عباره عن 1.13 في 10 اس 5. ده الضغط الجوي بالباسكال، صح؟ اسف انت عايز تجيب بالبار، صح؟ يبقى الضغط الجوي بالبار بكام؟ ب 1.13 على الضغط الجوي باللي معاك مين؟ باسكال. يبقى 1.13 في 10 اس 5 تيك تك. يبقى دي 10 اس 5 تطلع فوق تبقى 10 اس سالب 5. تاني الرقم اللي معاك اضربه في الضغط الجوي بالوحده اللي انت عايزها. انا عايز قيمه الضغط الجوي بالبار دي اللي انا عاوزها فوق على الضغط الجوي بالايه؟ بالباسكال اللي هي معاك اصلا. بتطلع 10 سالب 5. احنا عملناها. طيب السؤال اللي بعده. السؤال ده حضرتك لسه وضحته من شويه على فكره. نفس الفكره بالظبط. فكره الجبل. انا هقول بس القانون. اوضح القانون. السؤال ده بيقول لك ايه؟ مش شايفين بس الفيديو يبقى طويل عليك. بيقول لك بارومتر زئبقي قراءته عند اعلى نقطه من جبل ارتفاعه، يبقى ده اتش مبنى. هي دي الاتش بتاعت قراءته عند الاعلى، يبقى ده اتش فوق. فاذا كان متوسط كثافه الهواء يبقى دي الرو هواء والرو زئبق ب 13600. قال لك فإن قراءة البارومتر عند السطح الأرضي يبقى اتش تحت. تسمح لي أقولها بطريقة مختلفة. هو السؤال هنا بيقول إيه؟ بيقارن بين مكانين، فهقول رو هواء اتش مبنى بيساوي رو زئبق افتح قوس اتش تحت ناقص اتش فوق. لكن بشترط عليك اشتراط خطير في هذا القانون، انك لازم تشتغل كل الاتشات بالمتر. فدي الاتش فوق هتكون ب61 متر ناقص الاتش تحت هو عاوزها. اشتغلها شيفت سولف. رو زئبق 13600 بيساوي الرو هوا ب1 علامة 2 3 في الاتش مبنى ب1000. هقسم بعد كده اجمع، هجيب الاتش تحت، اكيد هيطلع اجابه من الاجابات الموجوده عندي. السؤال رقم 12 بيقول ايه؟ بيقول لك وصل مانومتر زئبقي بمستودع غاز، فكان سطح الزئبق منخفض في الفرع الخالص. طيب الفرع الخالص دوت لا توضحها. ماشي لسه جود لك. ده المستودع بتاع حضرتك، حلو، وده الفرع الايه؟ الخالص. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا انا هتكعبل ولا ايه؟ لا الشطر. ده الغاز. ماشي. بيقول لك سطح الزئبق منخفض في الفرع الخالص. ده الفرع الخالص اللي هو الفرع الحر اللي مش متصل بالمستودع. هو بيقول لك بقى كان الزئبق ارتفاعه اقل، يعني هنا الزئبق اعلى وهنا الزئبق ايه؟ اقل. طيب بيقول لك بقى ايه؟ بمقدار 15 سم، يعني الفرق ده 15 ايه؟ سنتي. فهنا ضغط الغاز المحبوس بوحده الطور، سيبك من وحده الطور دي، علما بان ايه دوت البي اي بكاز ب 750 ملم زئبق. طب اقول لك على حاجه، هو مش الطور دوت هو المليمتر زئبق، صح؟ خليها كلها مليمتر، يعني 15 سم دي عايزها بالمليمتر تبقى كام؟ 150 ملي متر. في مشكله؟ لا. 15 سم تضربها في 10 تبقى كام؟ 150. طيب لو جيت بقى بصيت هنا هلاقي ان البي غاز ده يساوي، بص هو دي كده عندها ايه؟ الضغط الجوي، صح؟ طب ودي كده عندها ضغط الغاز زائد مين؟ زائد البي بتاعت الزئبق. الاتنين دول الزئبق والغاز ضغطهم الاتنين بيعادل مين؟ الضغط الجوي. طيب الضغط الجوي بكام يا عم؟ الضغط الجوي 750 تساوي البي بتاعت الزئبق بكام؟ ب 150
زائد البي غاز. انا بحولهم كلهم بوحده المليمتر زئبق عشان اشتغلها ايه مره واحده. هودي 150 الناحيه الثانيه تبقى كام؟ 600. يبقى الاجابه ب. اما السؤال بعد السؤال حضرتك اشرت ليه من شويه الاجابه طبعا هتقل لان انا بستخدم الزئبق بدل الميه فبيكون الزئبق كثافته كبيره فالارتفاع هيكون اقل فالاجابه اقل. ماشي. فصباح الفل. صباح الفل. صباح. ماشي. نسبه الضغط على المكبس الكبير الى الضغط عند المكبس الصغير في حاله المكبس الهيدروليكي المثالي عند اتزان المكبسين. طبعا حضرتك لسه قايل لما المكبسين يبقوا في مستوى افقي واحد ده معناها ان الضغط ماله متساوي. تمام. والشغل متساوي. ما لسه قايلينها برضه. لسه قايلينها. صباح الفل. فصباح الفل. صباح الفل. السؤال اللي بعد بقى سؤال سهل قوي ما فيهوش مشكله لكن محتاج توضيح. بيقول ايه؟ بيقول لك مكبس مثالي فائدته الآلية مديك الإيتا وأقصى ثقل يمكن رفعه بواسطة المكبس الكبير دي الام كابيتال. قال لك فإن القوة اللازم تأثيرها على المكبس الصغير يعني عايز الاف سمول لرفع هذا الثقل بيساوي كم نيوتن. ففي حالة الأمر الإيتا بيساوي هي سهلة اف كابيتال على الاف سمول. بس هو مش مديني الاف كابيتال هفكها ام في جي على الاف سمول على بعض هو عاوزها. هعوض ايتا دي ب100 ام ب5000 في الجي ب10 على الاف سمول. ممكن اضيع الصفرين دول واضيع الصفرين دول يبقى تطلع ب500 يعني الاجابه د. سؤال سهل ما فيهوش مشكله. سؤال رقم 16. طبعا هنا بيقول لي اذا تضاعف ضغط كميه معينه من غاز فان حجمه هيحصل له ايه؟ طبعا طبقا لقانون بويل لما الضغط هيزيد الحجم هيحصل له ايه؟ هيقل. ده ضعف ده زاد للضعف يبقى ده قلل ايه؟ للنص ودرجه الحراره ثابت. مظبوط. امتحان الجيزه لذيذه. مظبوط. قالوا تيجي نسهر في سموحه ليل ونهار مفتوح. السؤال 17 بيقول لك ايه؟ فقاعه من الهواء تكونت قرب قاع بحيره. بحب قوي سؤال الفقاعه. مش ترسم السمك. تمام. مظبوط. فممكن بقى نرسم البحر باللون الازرق. لا مش عايزين فيديو يطول. اوكي احنا عمالين نقصر في الفيديو فانت تقعد ترسم لي بقى. اوكي فعندك سمكه في البحر ايه؟ سمكه بتزق سمك عملت فقاعه بتتنفس هي. قال لك تكونت قرب قاع بحيره وتحركت الفقاعه من القاع الى السطح. ايه اللي بيحصل في الحقيقه؟ فاللي بيحصل ضغطها الضغط تحت كان كبير جدا فانا لما ترتفع الفقاعه من اسفل تحت في القاع بيكون الضغط كبير جدا فالحجم يكون صغير لكن لما بيطلع لفوق الضغط بيحصل له ايه؟ بيقل والحجم ايه؟ بيزيد. يبقى قل ضغطها ويزداد حجمها يعني سؤال اجابه ج. سؤال سهل جدا توضيح للسمكه اكثر جمالا. سؤال رقم 18 بيقول لك غاز درجه حرارته كام؟ 100 سيليزيوس. فاذا درجه حراره الغاز على تدريج كلفن تساوي ايه؟ يبقى انا هجمع ده طالما معايا درجه الحراره بالسيليزيوس يبقى انا هجمع عليها 273 عشان اجيبها بالكلفن فهتبقى 373 ومفيش اي حاجه. خلي بالك من حاجه لما يجي يقول لك الفرق كان كذا يبقى هو نفس الفرق على السيليزيوس هو نفس الفرق على السيليزيوس على الكلفن. لكن لما يجي يقول لك درجه الحراره كذا وعايز نفس درجه الحراره بالكلفن يبقى تجمع 273 في فرق. بس خلاص. السؤال بقى رقم 19 برضو ايه؟ سؤال 19 سهل. سؤال مهم قوي. اسئله الفصل 5 اسئله سهله لازم تبقى عارف الثابت ايه. قال لك كميه من الغاز عند درجه حراره من دي تي 1 ب 27 درجه سيليزيه حجم عليه 273 لو انا شغال بالكلفن. قال لك فان درجه الحراره التي يتضاعف عندها الحجم يعني هو عايز التي 2 فالفوليوم 2 اصبح ب2 فوليوم لان هو قال ان هو بيتضاعف صح؟ جميل. فانا هقول فوليوم 1 على فوليوم 2 تساوي تي كابيتال 1 على تي كابيتال 2. تمام؟ جميل. اوعى تنام يا صاحبي اوعى تنام يا يحيى. فوليوم 1 بفوليوم 1 فوليوم 2 ب2 فوليوم تي 1 حجم 27 زائد 273 تديني 300 على تي 2 هو عاوزها باي باي ب 600 كلفن. اوعى يضحك عليك ويطرح منها 273 بالسيليزيوس فممكن تحط لك 600 سيليزيوس. اوعى تختار عملها في سنه ثالثه في امتحان كتاب الامتحان المراجعه النهائيه.
السؤال رقم 20 هو اخر سؤال الاختيار. مش محتاجين نقوله الالفا فوليوم. الالفا فوليوم قلناه من شويه مكرر. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. السؤال اللي بعده مقالي ايضا حضرتك اشرت ليه لكن ممكن نوضح القانون. هو بيقول لك ايه؟ اناء يسع 10 كيلو جرام من الماء، يعني ده ام ماء، او 8.2 كيروسين، يبقى ده ام كيروسين. احسب الكثافه النسبيه. فالرو نون للكيروسين بيساوي كتله الكيروسين على كتله نفس الحجم من الماء، ف8.2 على 10 تطلع ب82 بس من غير وحده، لان الكثافه النسبيه نسبه بين كميتين فيزيائيتين متماثلتين. السؤال اللي بعده اشرنا ليه ايضا من شويه. ده كنا بنتكلم فيه عن الضغط. لو ضغط داخل السياره داخل الاطار اقل من القيمه المناسبه، وقتها هتزداد ايه؟ مساحه مساحه التلامس مع الارض، فوقتها هيزداد الاحتكاك وتزداد درجه الحراره، وقد تؤدي الى تلف الاطار نفسه. تمام. طيب السؤال اللي بعده سؤال 23 بيقول لك ايه؟ بيقول لك يمكن من خلال قياس كثافه الدم تشخيص بعض الامراض، صح؟ هو من المعروف ان كثافه الدم عند الشخص العادي بتتراوح ما بين 1040 الى 1060 كيلو جرام من كل متر مكعب. دي معلومه احياء هم عارفينها وحافظينها كويس. لو عنده دم وبيذاكر بالظبط كده، ده لو عنده دم فعلا. لكن لو الشخص ده عنده دم او كثافه الدم عنده اقل بالصدفه البحته يعني، ده نذير بمرض فقر الدم او الانيميا، فهو بيقول لك وضع احداها. هو عايز مرض من الامراض. فاذا كان الضغط كثافه الشخص الدم عند الشخص اقل من الكثافه المعتاده، ربنا يعافي الجميع، فده نذير بمرض الانيميا او فقر الدم. السؤال الاخير في امتحان الجيزه اللذيذه. اللذيذه بيقول لك اذا علمت ان الفائده ده رياضه ولا حاجه. بيقول لك اذا علمت ان الفائده الآلية للمكبس هيدروليكي تساوي 100، يعني الايتا بتاعت حضرتك بتساوي كام؟ 100. احسب مقدار ازاحه المكبس الصغير الى اذا كان مقدار ازاحه المكبس الكبير تساوي 2 سنتيمتر. طيب في الازاحه بشتغل بالعكس. لما تلاقي الراجل بتاع الكوريك بينزل ازاحه كبيره عشان قوته صغيره، العربيه تترفع حته صغيره، يبقى الازاحه بتاعتها صغيره عشان قوه ايه؟ كبيره. لان طبعا الشغل هنا بيبقى ايه؟ ثابت. فوقتها بنقول ان الدي او بقى الواي بتاعت ايه؟ 1 صغيره على الواي بتاعت 2. تمام. اسف، واي 1 ان هو المكبس الصغير اللي هي قيمتها كبيره، على واي 2 بتاعت المكبس الكبير اللي هي قيمتها ايه؟ صغيره. طيب المفروض بقى هنا هو عايز ازاحه المكبس الصغير ومديني ازاحه المكبس الكبير بكام؟ ب 2 من 10. يبقى انا هجيب الواي 1 هيطلع الواي 1 بيساوي 2 من 10 في 100 يبقى فيها كام؟ 20 سنتيمتر او 2 من 10 2 من 10 متر. وده معناه ان حضرتك عشان تكبر 100 مره، عشان مثلا انا بتكلم هنا على الكوريك، انا محتاج اضغط مسافه 20 سم عشان الناحيه الثانيه بس العربيه تترفع بمسافه كام؟ 2 من 10 سم. واصله لك ولا مش واصله لك؟ واصله ولا مش واصله؟ واصله ثنائي. واصله. طبعا يا جماعه احنا داخلين على امتحان الاجوبيه الثالثه هيدرسوا في ماشي. الثنائيه هيعرفوا ده ايه. اه اما السؤال الاول ده سؤال احنا قلناه، السؤال ده وضحناه، فصباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. فالكثافه تظل ثابته. ماشي. طيب السؤال اللي بعده، خلطت كتلتين متساويتين من سائلين لا يتفاعلان معا، فاذا كانت كثافتي السائلين رو و3 رو فان كثافه الخليط تساوي كام؟ طيب دول كتلتين متساويتين. تمام. طيب واحده واحده. دلوقتي انا حجم الخليط دوت هيساوي ايه؟ حجم الاولاني زائد حجم الثاني. هو مش مديهمش. ماشي. طب الحجم فكته ايه؟ هفكه ازاي؟ فكه كتله على كثافه. ما دي كتله على كثافه ايه؟ خليط تساوي كتله على كثافه الاول زائد الكتله على كثافه الثاني. في مشكله؟ لا. طيب بص يا باشا، ده الام ده بكام؟ مش ده الخليط؟ طيب هو كان اولاني عنده ام والتاني عنده ام، لما جيت حطيتهم على بعض اديتك الكتله الكليه كام؟ 2 ام. ده عندك 2 ام على رو خليط انا عاوز اجيبها، صح؟ تساوي ام الاولاني على الرو بتاعته بكام؟ برو، زائد ام التاني على الرو بتاعته ب3 رو. بص بقى،
الام هتروح مع الام هتروح مع الام هنا، هيبقى لي ايه؟ 2 على رو خليط تساوي دي 1 على رو خليط زائد 1 على 3 رو خليط، يعني 1 على رو زائد 1 على 3 ايه؟ رو. ماشي؟ يعني فيها الكام؟ طب انت عايز بقى الرو خليط تعمل ايه؟ هتضرب وسطين في طرفين وتطلع لي ايه؟ الرو خليط. ماشي؟ طيب بص يا باشا، لو انت عايز تجيبها هتعمل ايه؟ وحد المقامات، يعني هتقول لي ايه؟ تحت دي كام؟ اضرب دي واضرب دي. ماشي؟ ايه؟ 3 رو تربيع. ماشي، بس الاول اعمل دي. تمام؟ انا هضرب دي هنا تبقى كام؟ 3 رو زائد الرو اللي فيها كام؟ 4 رو. طب تحت هضربهم في بعض يبقى 3 رو تربيع. يبقى اللي تحت دول انا ضربتهم في بعض، والثلاثه رو ضربتها في دي ودي ضربتها في دي، يبقى انا كده بعمل عمليه توحيد مقامات. انا اسف يا علم علوم. يبقى دي 4 رو على 3 رو تربيع. التربيع هيضيع مع اللي فوق، هيبقى لي كام؟ 4 على 3 رو. يبقى 2 على رو خليط تساوي 4 على 3 رو. طب انا دلوقتي عايز الرو خليط اعمل ايه؟ اوديها الناحيه الثانيه واقلب ده. يبقى الرو هتساوي رو خليط هتساوي ايه؟ هوديها مكان دول وادي دول مكانها، يبقى هقول 2 على 4 رو على التلاتة. التلاتة تطلع فوق، يبقى 6 على ال4 رو، او ممكن نقول كام؟ 3 على الاتنين رو. ماشي؟ يعني الاجابه كام؟ 3 على 2. ماشي؟ 3 على 2 في السؤال ده. ما خدتش بالي. الاولانيه دي هتبقى رو، تفضل زي ما هي رو، كثافه ثابته. اما السؤال اللي بعده هو سؤال رياضي ايضا. بيقول لك ايه؟ مكعب مصمت طول ضلعه يعني ديك ال ومتوازي مستطيلات مصمت برضه من نفس الماده، يعني الرو بيساوي الرو مكعب بيساوي الرو متوازي. ابعاده ده ابعاد المتوازي يعني 10 و20 و30 وضع على سطح افقي، فان الوجه الذي يوضع عليه المتوازي. السؤال ده موجود في الفيديوهات عندنا شرحناها ايام الشرح اللي متابع منكم من اول السنه. يوضع عليه، هو عايز الوجه الذي يوضع عليه متوازي المستطيلات، يعني هو عايز مساحه المتوازي. قال لك ايه بقى؟ قال لك حتى ينتج عنه ضغطا مساويا للضغط الناتج عن المكعب، يعني البي مكعب هيساوي البي متوازي. صح؟ جميل. يبقى اف على الاي مكعب بيساوي الاف على الاي متوازي. هو عايز دي. طب هتفك الاف ايه؟ قال لي هفك الاف ام في جي على الاي للمكعب تساوي الام في جي على الاي للمتوازي اللي هو عاوزها. طب انا ما عنديش الام. قال لي هرجع بقى للدرس الاولاني. الام هفكها ايه؟ رو في الفوليوم في الجي مكعب على مساحة المكعب، كل ده مكعب بيساوي رو في الفوليوم في الجي للمتوازي على مساحة المتوازي. من حق اضيع الجي مع الجي وضيع الرو مع الرو، صح؟ لان هما نفس المادة. فوليوم مكعب 10 في 10 في 10 على مساحة المكعب 10 في 10. ما حجم المكعب طول الضلع في نفسه في نفسه، اما مساحة المكعب هو مساحة وجه المربع. اما الفوليوم بتاع المتوازي ف 10 في 20 في 30 على مساحته اللي هو عاوزها. باي باي لدي مع دي وباي باي لدي مع دي مقصي، تطلع المساحة 20 في 30. يعني لازم تحط المتوازي عشان يديك نفس الضغط بتاع المكعب على البعدين اللي قيمهم 20 و 30. يعني الإجابة جيم. سؤال سهل وبسيط، بس مين اللي يعمل بيه؟ سؤال رقم 4. سؤال أيضا بيقول لك عندك شخص وزنه دبليو يقف بكلتا قدميه على الارض، فاذا كانت مساحه تلامس كل قدم مع الارض ايه؟ فان الشخص يؤثر على الارض بضغط عامل ازاي؟
طيب الضغط القانون الاصلي الاف على الاي، والراجل دوت واقف عمودي. طب القوه دي قوه الوزن بتاعته لسه قايلينها من شويه في الفيديو على المساحه. دلوقتي المساحه عندي دي هي انهي مساحه؟ بغض النظر ان هو مديلك بايه مالكش دعوه. طيب الراجل واقف بقدمين الاثنين، طب كل قدم عندها مساحه ايه؟ يبقى تساوي 2 ايه، المساحه الكليه اللي الراجل ده بيقف عليها برجليه الاثنين، يبقى دبليو على 2 ايه الاجابه ج. تمام. بس سؤال رقم 5 سؤال حلو قوي، بس المهم تبقى فاهم قصده ايه، يعني مهم قوي التفسير. بيقول لك ايه؟ بيقول لك طبقه من الماء سمكها 50 سم، يعني انت عندك شويه ميه اهو، السمك بتاعهم 50 سم، تستقر فوق طبقه من الزئبق، يعني طبقه الميه دي تستقر فوق طبقه من الزئبق، يعني في طبقه من الزئبق تحتها، سمكها 20 سم. قال لك ايه بقى؟ خلي بالك من الكلام. قال لك فإن الفرق في الضغط بين نقطتين إحداهما عند السطح الفاصل بين الماء والزئبق يعني هنا، والأخرى عند قاع طبقة الزئبق يعني هنا. هو عايز يقول لك الفرق بين الضغط هنا والضغط هنا تحت خالص، فالفرق بينهم محبة الزئبق دول بس، يعني الضغط اللي انت عايز تجيبه هو رو جي اتش للزئبق، الضغط اللي هو عايزه كله زئبق فقط لا غير. فالرو زئبق ب 13600، في الجي ب 10، في الاتش زئبق ب 20 في 10 أس سالب 2، ومن هنا اقدر اطلع ضغط الزئبق هيطلع بكذا نيوتن على متر مربع او باسكال. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات اجابه هذا السؤال. اما السؤال رقم 6 فده سؤال احنا قلناه، كانت اجابته 16 مش صباح الفل. اما السؤال رقم 7 برضو حضرتك حليته، فصباح الفل ايضا نفس الصباح بتاعك الفل. السؤال رقم 8 حضرتك هتوضحوا لنا يا جماعه الاسئله المكرره، يا جماعه احنا الاسئله المكرره مش هنحلها، حضراتكم هتحلوها مره ثانيه. بص يا سيدي، بيقول لك هنا الشكل المقابل يوضح اواني المستطرقه. طبعا في الاواني المستطرقه ماليش دعوه بالمساحه، الضغط اللي يفرق معايا ايه؟ الارتفاع، والارتفاع الرأسي ماليش دعوه بالميل. طيب بص بقى يا سيدي، يقول لك ايه؟ اذا كان ضغط السائل عند النقطه واي هو بي، هو ايه؟ بي، فإن ضغط السائل عند النقطه اكس كام؟ طالما مديني ضغط بقيمه وعايز الضغط بقيمه ثانيه، فوقتها هقول بي واي مثلا عند بي اكس او على بي اكس يساوي ايه؟ هي البي دي عباره عن ايه؟ الضغط عباره عن رو في جي في اتش، واخد بالي ان الاتش دوت هو الارتفاع من النقطه لحد السطح على رو جي اتش. خلي بالك من حاجه، ده نفس السائل نفس الكثافه، ودي نفس الجي، يبقى كاني بقول اتش واي على اتش اكس من السطح. طيب اتش واي عند النقطه واي للسطح المسافه اتش، طيب من النقطه اكس للسطح خلي بالك هو من 3 على 5 دي الجزئيه اللي تحت، طب هي كلها بكام؟ باتش، فهقول 1 اتش ناقص 3 على 5 اتش يديك كام؟ 2 على 5 اتش على الآلة يا عم، سيبك كأن اتش دي مش موجودة او كأنها بواحد، فقول 1 ناقص 3 على 5 يديك 2 على 5، يبقى دي كده 2 على 5 اتش تيك تك، 1 على 2 على 5 فيها 5 على الاثنين. بس خلي بالك بقى، مش انت عايز بي اكس صح؟ فهقول بي اكس وديها الناحية التانية، وهات دي هنا، مش دي هنا 5 على 2، 5 على 2 صح؟ تروح الناحية التانية تبقى كام؟ تبقى 2 على 5 بي واي اللي هي بي، يبقى البي اكس بتساوي كام؟ 2 على 5 اللي هي الإجابة د. اما السؤال رقم 9 ده سؤال حضرتك حليته في امتحان القاهره في نموذج الساحل، فصباح الفل ده صباح طلع الفل. كام؟ مش فاكر طلع. وايضا السؤال ده هو ايضا حضرتك حليته برضو؟ بس الفرق كان ده كان 10 او 15 هو بس مانومتر الزئبقي مستودع المنخفض لما اقل من ناحيه. ماشي. طيب السؤال اللي بعده ان السؤال رقم 11 ايضا حضرتك حليته في الامتحان بتاع الجيزه اللذيذه، لا كان امتحان القاهره اسف، ده سؤال يعني رجعه ولا اعمل ايه؟ امتحان القليوبيه مكرر كتير من امتحان القاهره بالمناسبه. طب ده احنا حليناه. طيب يا جماعه عايزين تبقى اوضح لكم الفكره، بس احنا ما بنكررش تاني افكار احنا اوريدي حليناهم. ارجع تاني للفيديو لو انت مش عارف تحل السؤال، لازم ترجع للفيديو، لازم تبقى بتعرف تحل السؤال لوحدك.
يعني ما ينفعش تبقى معتمد ان مثلا انا اتفرج على شرح عشان اعرف احل، لا. حتى لو انت اتفرجت على شرح وفهمت انت الفكره، تعمل ايه؟ تشوف السؤال، سيبك بقى خلاص انا فهمت الفكره، انا بقى هعرف احله بايدي بعيد ان حد بيوجهني ولا لا. لو لقيت نفسي بعرف احله كويس بايدي ولوحدي من غير ما حد يوجهني، يبقى انا ماشي على تراك كويس. انت في اخر سنه تانية. يعني ايه في اخر سنه تانية؟ يعني انت خلاص من اول كلها شهرين 3 انت صباح الفل. يعني في سنه ثالثه هتبدا انت بقى ايه؟ تعتمد على نفسك وتشتغل مع طبعا المساعده من كل الاساتذه. وهشوفنا اكيد تاني في سنه ثالثه، اكيد هنشوف سنه رقم 12 حضرتك هتوضحها. ماشي، ده انا اللي هحله. طيب بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك عندي مانومتر زئبقي يتصل بمستودع غاز معزول. طيب مانومتر اهو يا عم، ده المانومتر الزئبقي يتصل بمستودع غاز معزول حراريا بحيث كان ضغط الغاز المحبوس اكبر من الضغط الجوي. طب خلي بالك بقى، لو ضغط الغاز المحبوس دوت اكبر من الضغط الجوي يبقى الزئبق هنا اقل من هنا. ماشي؟ يبقى ضغط الغاز، يبقى الغاز اكبر يبقى ضغط هنا اكتر، صح؟ طيب يبقى زي الزئبق اكتر. فاذا نقلنا المانومتر الى سطح برج، خلي بالك من حاجه، هنا البي غاز بيساوي ايه؟ هنا كده بايه زائد اتش، ده اتش زئبق، صح؟ يبقى بيساوي البي اي زائد اتش زئبق. فاذا نقلنا المانومتر الى سطح برج، يبقى الضغط الجوي يقل. يعني انا دلوقتي عند سطح البحر في عمود من الهواء بيضغط عليا، لما طلعت على برج فوق يبقى عمود الهواء ده ارتفاعه قل، يبقى الضغط الجوي قل، يبقى البي اي هيقل. فوقتها بيقول لي فان فرق الارتفاع بين سطحي الزئبق في فرعي المانومتر هيحصل له ايه؟ يعني الاتش الزئبق ده هيحصل له ايه؟ طالما البي اي يقل والبي غاز هو هنا مش هيحصل له حاجه، هو ثابت. طب ده لما يقل يبقى الاتش زئبق هيزيد، يبقى هيفضل يزيد. يبقى مين حبيب بابا؟ يزيد. يبقى الاجابه. اما السؤال اللي بعده، والحقيقه السؤال حلناه؟ حشرت فكرته من شويه لكن ممكن نوضح. خلاص مش احنا هنلاقي الاسئله متكرره، بس احنا هنحل الايه؟ عشان ما يبقاش الفيديو بس طويل بالنسبه لهم، عشان يحاولوا يذاكروا. اذا كانت الفائده الاليه المكبس الهيدروليكي مدين الايتا ومساحه المكبس صغيره مدين الاي سمول، فان نصف قطر، خلي بالك، وعايز نصف قطر المكبس الكبير، يعني عايز الار كابيتال. فانت عارف ان الايتا بتساوي اي كابيتال على اي سمول. الاي دي ب 250، الاي كابيتال هفكها باي ار كابيتال تربيع، لكن الاي سمول جاهزه. مقصاتك هضرب 250 في المساحه اللي هي ب 2.5، يبقى انا كده جبت الاي كابيتال، هفكها باي ار كابيتال تربيع، هقسم على الباي من غير ما احول، هيطلع الار تربيع. لازم تاخد الجذر، فتطلع الار تربيع برقم، هاخد جذره يديك الار بكذا سنتيمتر. اما السؤال اللي بعده هو السؤال رقم 14، بيقول ايه في المكبس؟ الرفع الهيدروليكي يبقى بيتكلم طبعا في باسكال. في محطة غسيل سيارات تستخدم، ماشي، يستخدم ايه؟ الهواء المضغوط. فإذا كان لا ماشي، فإذا كان ايه؟ قطر المكبس الصغير يبقى القطر اللي هي دي، وقطر المكبس الكبير هو مش عارف كذا. فإن ضغط الهواء اللازم لرفع سيارة كتلتها كام؟ كتلتها 1800 كيلو جرام يساوي كام؟ طيب صلي على النبي. دلوقتي كل اللي انا عارفه ان المكبس الهيدروليكي دوت ليه فائده آلية، اف كابيتال على اف سمول يساوي، لو جيت فكيتها هلاقيها بتساوي ايه؟ ام كابيتال في جي على ام سمول في جي، صح؟ ولو جيت بقى سويتها بحاجه تانية هسويها بمين؟ هسويها بالدي تربيع على الدي سمول تربيع، صح؟ طبعا الجي هتروح مع الجي. حضرتك عايز مين؟ عايز ضغط الهواء اللازم لرفع سياره كتلتها كام؟ 1800 كيلو جرام. طيب سيبك من الضغط بتاع الهواء، انا دلوقتي عايز اجيب هنا مين؟ عايز اجيب الام سمول دي. حلو. طيب هجيب الام سمول دي ازاي يا عم؟ بص يا سيدي، دلوقتي الام كابيتال بكام؟ اهي دي السياره اللي انا عايز ارفعها 1800 على الام سمول تساوي الدي كابيتال بكام؟ ب 32 تربيع على الاثنين تربيع. من هنا هتعرف تجيب ايه يا مستر؟ الام سمول. جبت الام سمول. انت عايز ايه؟ مش انت عايز الضغط؟
يساوي ايه؟ اف سمول على اسم على اي سمول. ماشي. اف سمول بمين؟ بام في جي. ام سمول في جي. ام سمول احنا لسه مطلعينها من هنا، يعني عشان نجيب ام سمول هنقول ال 2 تربيع في ال 1800 على ال 32 تربيع، يبقى انا كده جبت الام في الجي. طبعا المساحه الصغيره، طب هجيب ازاي مساحه صغيره؟ انت مش معاك هنا القطر، هات نصف القطر اللي هو بكام؟ ب1 سم، وقول لي باي في 1 سم تربيع، 1 سم اضرب في 10 اس سالب 2، يبقى اقول 1 سم في 10 اس سالب 2 الكل ايه؟ تربيع. معاك الجي وانت لسه جايب لي الايه؟ الام. او ممكن اجيبها ازاي؟ ممكن اجيبها بطريقه تانية. هقول ان الاف، معلش، ان الاف على الاي هي مين؟ الاف على الاي، صح؟ مش الاف دي على الاي دي هي الاف دي على الاي دي. مظبوط. طيب الاف الكابيتال هي بتساوي ايه؟ ام كابيتال في جي على طول. طب والاي كابيتال هي عباره عن ايه؟ باي ار تربيع. صوم باي التاني. مدير قطر. مدير قطر. نص القطر 32 نص 16. يبقى 16 تربيع. بس طبعا في 10 اس سالب 2. هي شوف دي، شوف ماشي. دي انت وشوف. طيب. السؤال اللي بعده. امال انا لفيت ليه فيها؟ مش عارف. مش عارف. ما عشان هنا انت في الحلقه اليوبيه فانك هتلف. انك ممكن تاخد يوتن غلط تتسوح. يا جماعه بصراحه احنا كنا بنسجل ثالثه ثانوي عشان المراجعه النهائيه، تمام؟ هم كمان بنسجل لهم. بيحسوا ايه؟ هم كمان مراجعه نهائيه ليهم. المراجعه بس ثالثه ثانوي طبعا احنا بنقعد نسجل فيها كتير. مظبوط مظبوط. ماشي. فأكيد. دي بتاخد وقت طويل قوي وبتاخد مجهود اوفر. اكيد هم ان شاء الله السنه الجايه نبذلهم مجهودنا. دعواتكم لاخواتكم في ثالثه ثانوي. بالظبط انهم يسالون. قال لك غاز حجمه مدين الفوليوم تحت ضغط مدين البي 1، فاذا قل الضغط الى دي البي 2 على طول مع ثبوت درجه الحراره، يبقى العلاقه بين الضغط وده بويل، العلاقه بين الضغط والحجم علاقه عكسيه، يبقى بي 1 على بي 2 هيساوي فوليوم 2 على فوليوم 1. بي 1 ب 2 على 1، فوليوم 2 هو عايزه على فوليوم 1 ب 2، يبقى فوليوم 2 ب 4 لتر. سؤال مباشر جدا. أسئلة الفصل الخامس دايما أسئلة مباشرة. سؤال رقم 16 بيقول ايه؟ ده سؤال سهل عن ثبوت درجه الحراره على طول. يبقى انا كده بتكلم عن مين؟ باشمهندس بويل. بيقول لك ايه؟ عينه من غاز حجمها فوليوم وضغطها، يبقى ده الفوليوم 1 وده البي 1. اذا قل حجمها الى 25% الى حجمها الاصلي من غير جعلصه، لا زي ما انت محتاج توضيح؟ زي ما انت الفوليوم 2 قال لك الى 25% من حجمها الاصلي، يعني 25 على 100 من حجمها الاصلي اللي هو الفوليوم، صح؟ يعني من الاخر ربع فوليوم، تمام؟ طيب مع ثبوت درجه الحراره فان ضغط العينه هيحصل له ايه؟ طيب هنقول بقى البي 1 على البي 2 تساوي ايه؟ فوليوم 2 على الفوليوم 1. البي 1 هو مديهولي ب2، البي 2 انا عايز اجيبه. الفوليوم 2 بكام؟ بربع فوليوم على الفوليوم 1 بفوليوم، ده على ده فيها الواحد على الاربعه، يبقى البي 2 4 في 2 ب 8، يبقى 8 اتموسفيريك. سؤال حلو قوي ومباشر، وكان بيتكلم عن ضغط العينه، عينه صغيره. سؤال رقم 17 انت عندك هيلد ايش؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك انبوبه اختبار بها غاز تم اغلاقها في الاس تي بي. اتفقنا اس تي بي يعني درجه الحراره ب 273 كلفن، والبي 1 ب لو انا شغال بسنتي تبقى 76 سنتيمتر زئبق. قال فاذا رفع درجه حرارتها الى، يبقى دي تي 2 300 سيليزيوس، يعني هجمعها مع 273 عشان اجيب التي 2 بالكلفن. 300 زائد 273 كلفن. قال لك مع ثبوت الحجم فإن ضغط الغاز هيبقى يساوي ايه؟ يبقى قلنا بي 1 على بي 2 بيساوي تي كابيتال 1 على تي كابيتال 2. اسهل اسئله يا اسئله الفصل الخامس، والامتحان ده متدرج حتى يصل الى نهايه الفصل الخامس. يعني لما هيدخل بقى قانون عامل الغازات كمان شويه. بي 1 ب 76، بي 2 انا عايزه
تي 1 ب 273، تي 2 جمعت 300 زائد 3 زائد 273 تطلع 573. مقصاتك طلع البي 2 اكيد هتطلع اجابه من الاجابات ديت بوحده السنتيمتر زئبق. سؤال سهل جدا وبسيط، بس مين اللي يعمل بيه؟ سؤال رقم 18 يقول لك هتضاعف ضغط كميه معينه من الغاز عند 10 سيليزيوس اذا تم تسخينها عند ثبوت حجمها. طبعا عند ثبوت الحجم يبقى انا بتكلم عن الاستاذ جولي قانون الضغوط. طب علاقه الضغط بدرجه الحراره هي علاقه طرديه، ولكن هي علاقه ليست طرديه كامله مع السيليزيوس. هي مع الايه؟ مع الكلفن. طب يا عم السيليزيوس دي كام كلفن؟ بص هي السيليزيوس دي اجمع عليها 273 فتبقى 283 كلفن صح؟ يبقى دلوقتي يتضاعف ضغط كميه معينه من الغاز لو انت ضاعفت ايه؟ درجه الحراره دي بدل 283 تبقى كام؟ تبقى اضربها في 2 يعني. تضربها في 2 صح؟ تبقى كام؟ تبقى رقم صح؟ اطرح منه بقى ال 273 عشان هو عايز السيليزيوس. ماشي، يبقى انا دلوقتي هقول ان البي 1 على البي 2 تساوي تي كلفن 1 على تي كلفن 2. البي 1 انت عايزه يتضاعف صح؟ فهيبقى بي على 2 بي تساوي 283 على تي كلفن 2. البي يروح مع البي يبقى لك تي كلفن 2 عباره عن كام؟ 2 في 283. يبقى درجه الحراره الثانيه زي لسه قايلين هتساوي 283 في 2، بس دي بالكلفن مش معايا هنا بالكلفن صح؟ انا عايزها بالسيليزيوس معاك كلفن. خلي بالك معاك كلفن. عايز سيليزيوس تبقى كام؟ سالب 273 بعد ما تجيب ايه؟ الاثنين دول. تمام؟ طيب اما السؤال رقم 19 هو سؤال سهل قوي لكن وداني للقانون العام للغازات. اول مره في الثلاث امتحانات دول يوديني القانون العام للغازات. بيقول لك كميه من غاز حجمها مديني الفوليوم 1 تحت ضغط مديني البي 1 ودرجه حرارتها تي سمول 1 حجم عليها 273 هي 52 273 دي درجه حراره بالكلفن. تمام. قال لك فان حجمها يعني عايز الفوليوم 2 في الاس تي بي يعني البي 2 هتبقى ب 76 سنتيمتر. هو مش شرط الاس تي بي تبقى في الحاله الاولى يا جماعه، ممكن تبقى الحاله الثانيه. فاهمين؟ طيب والتي 2 هتبقى 273. فتقول لي ايش عرفك ان هو قانون عامل غازات؟ اقول لك ان مفيش ثابت صح؟ فهقول ايه؟ بي 1 فوليوم 1 على تي كابيتال 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2 على تي كابيتال 2. ده القانون العام للغازات الذي اشتق منه باقي القوانين. بي 1 325 فوليوم 1 76 تي 1 حجمها هقول 52 زائد 273 بيساوي بي 2 في الستاندرد تمبريتشر اند بريشر 76 فوليوم 2 هو عايزه تي 2 ب 273. مقصاتك هتجيب الفوليوم 2 هيطلع اجابه اكيد من الاجابات اللي موجوده. اما السؤال رقم 20 هو سؤال حلو قوي بيقول فيه. طيب دي علاقه ما بين درجه الحراره الكلفينيه وبين الحجم. تمام. طيب بيقول لي هنا الشكل البياني المقابل يمثل علاقه بين الحجم لكميتين متساويتين من نفس الغاز ضغطهما بي اي وبي بي ودرجه الحراره تي كلفن على تدريج كلفن، فان الضغط عند مين اكبر؟ طيب انا عارف ان العلاقه ما بين الفوليوم لما بتكلم بقى على ايه؟ ضغط مختلف وغاز وايه؟ ضغط ودرجه حراره وحجم، فاقول ان الفوليوم في البي على التي ده ماله؟ ده ثابت صح؟ يساوي كونستانت. وممكن نقول بيساوي 1 يساوي فوليوم 2 بي 2 على تي 2، او ممكن اجيبها بطريقه تانية. هقول ان هنا فوليوم 1 وده تي 1 الناحيه التانية يبقى ده فوليوم 2 وده تي ايه 2، وهنا عندك ايه بي 1 على البي 2. بس حقيقه الامر انا ماليش علاقه بالكلام ده دلوقتي اصلا. ماشي بص بقى يا سيدي، الفوليوم على التي اللي هو الميل هنا بيساوي ايه؟ هيساوي الكونستانت مقسوم على البي. بدل ما البي كانت هنا انا نزلتها فين؟ تحت طبقا للقانون العام للغازات. طيب ده كونستانت ثابت. البي دي يا باشا خلي بالك ده كده الميل
يبقى اللي عنده ميل اكبر علاقه الميل بالبي علاقه هنا ايه؟ عكسي. اللي عنده ميل اكبر عنده ضغط اقل. مين عنده ميل اكبر؟ A. يبقى ميل A اكبر، يبقى الضغط بتاع A اقل من الضغط بتاع B. يبقى بي A اقل من بي. الاجابه ج. أما السؤال 21 هو سؤال مقالي. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا كان دلوان متماثلان أحدهما مملوء بالماء والآخر مملوء بالزيت. دلوان. فأي منهما يتطلب منك قوة أكبر لرفعه؟ فاللي هيطلب منك قوة أكبر رفعه اللي هو كثافته هتكون أكبر. ليه بقى؟ لأن الإف تناسب طرديا مع الكثافة. طب جت منين؟ أقول لك إن الإف يساوي إم في جي. هفك الإف رو في الفوليوم في الجي. فهما نفس الدلو ونفس الجي، فالكثافته أكبر هيكون قوته أكبر. فالماء معروف ان كثافته ب 100 والزيت معروف متوسط كثافته تقريبا ب 800. فهنا الماء هيحتاج منك قوه اكبر لان العلاقه بين القوه والكثافه علاقه طرديه. ده كان سؤال مقالي اولاني في امتحان الاليوبيه. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشكلين المقابلان يوضحان بارومترين زئبقيين متجاورين اذا كان قطر الانبوبه البارومتريه في الشكل واحد اقل من قطر الانبوبه. طبعا احنا هنا ما الموضوع ملوش علاقه بالقطر، امال له علاقه بالايه؟ بالاتش. لان انت لو تاخد بالك لما البي جبناها احنا بقت خلاص رو جي اتش، ما بقاش ليها علاقه بالايه؟ بالمساحه، بقى ليها علاقه بالارتفاع. طيب بيقول لك بقى اي مستوى الشكل في الشكل 2 يمثل مستوى سطح الزئبق، وفسر اجابتك. طبعا نفس المستوى، يبقى الزئبق لازم يبقى هنا في الارتفاع ده كله. يبقى فين؟ عند المستوى بي. ليه؟ لأنه طبقا للقانون بي بتساوي رو جي اتش الضغط. طبعا بتكلم عن الضغط الجوي. حلو؟ وده زئبق برضو وده زئبق. ماشي؟ فطالما بتكلم عن الضغط الجوي وده زئبق والجي ثابت، يبقى لازم الاتش يبقى ايه؟ ثابت طبقا للقانون بتاع الضغط. ماشي؟ اما السؤال اللي بعده هو سؤال مشابه ليه؟ سؤال اتكلمنا عنه من شويه، لكن هنا سؤال يعني جابه بطريقه مختلفه شويه. بيقول لك ايه؟ مكبس هيدروليكي النسبه بين مساحتي مقطعي مكبسيه يعني مديك الاي كابيتال على الاي سمول. تقول لي ايش عرفك؟ اقول لك ان الكبير دايما هو ال10 الاكبر يعني. تمام؟ قال لك فاذا وضعت كتله مقدارها مدين الام عند مكبس كبير ام كابيتال واثرت قوه راسيه اف سمول مقدارها 5 نيوتن على مكبسيه اتزن المكبسين. وضح ما إذا كان المكبسين في مستوى أفقي واحد أم لا عند الاتزان. ففي حقيقة الأمر عشان يبقوا في اتزان لازم تكون ال A كابيتال على ال A سمول بيساوي ال F كابيتال على ال F سمول، صح؟ طب ما ال A كابيتال على F سمول بيساوي 10 على 1. طب هل F كابيتال على F سمول بيساوي 10 على 1؟ ده السؤال. فال F كابيتال هفكها M في G على ال F سمول. ال M ب5 والG ب10 وال F سمول ب5، صح؟ فتطلع 50 على ال5 تطلع ب10 على 1. الله، يعني نسبة القوة اف كابيتال على اف سمول هي نسبة المساحة اي كابيتال على سمول. يبقى هل المكبسين في حالة اتزان؟ نعم في حالة اتزان، لأن النسبة بينهم طلعت ايه؟ متساوية. أما الختام، مسك الختام مع امتحان الأليوبية سؤال 24 سؤال مهم جدا. بيقول لك ماذا يحدث لضغط كمية معينة من غاز مثالي إذا نقص حجمها إلى النصف ورفعت درجة حرارتها الكلفينية إلى الضعف. وهو بيسألك على الضغط وعندك الحجم ودرجة الحرارة اتغيروا، يبقى هنا بيكلمك على إيه؟ القانون العام للغازات. تمام؟ كنت كاتبها من شوية هنا. دلوقتي أنا عندي إن الفوليوم في البي على التي بيساوي إيه؟ كونستنت، صح؟ طيب دلوقتي لو انا عايز اخلي البي لوحدها فهشيل من هنا مين؟ الفوليوم على الايه؟ على التي، وادي الناحيه الثانيه ايه؟ يلا وادي الناحيه الثانيه الكونستانت مضروب في مين؟ العكس بقى، التي على الفوليوم. وعايز اعرف الضغط وقتها حصل له ايه؟ طيب هو قال لي الحجم ده قل للنص ورفعت درجه الحراره الى الضعف، يبقى هنقول 2 على النص فيها الكام؟ فيها ال4. يعني معنى كده ان الضغط لابد ان يزداد الى 4 امثال طبقا للقانون العام للغازات، واكتب له الايه؟ القانون بتاعي. تمام؟ مظبوط.
ده كان السؤال الاخير في آه. امتحان القليوبيه. يفضل معايا سؤالين او امتحانين، امتحان زعيم الثغر الاسكندريه وامتحان زهره الجنوب اسوان. على فكره امتحان اداره العجمي امتحان من العيار التقيل، محتاج ان انتوا تحلوه. هنسيب لكم الامتحانين دول كواجب، ولكن معاكم في ليله الامتحان فريق كامل يرد على كل اسئلتكم على اليوتيوب عند مستر اكرم قناه تسلا في الفيزياء، وعند مستر محمد ممدوح قناه الدينامو في الفيزياء، واحنا بنفسنا هنبقى متواجدين وهنرد على اسئلتكم ان شاء الله بنفسنا. شدوا حيلكم، ربنا معاكم، اشوفكم في سنه ثالثه اكيد. السلام عليكم.